يا ابني ماله جدك يا ابني؟ علي حسب الكلام ده مش جد يا ابويا، ده اخوي. اخوك فين ابني يا ابويا؟ فين ابني يا محمد؟ رد عليا يا منعم. ابنك من ساعة اللي حصل وهو طفش، ما عرفناش راح فين، بس سجلنا كلام اللي هو اتخطف. اتخطف؟ واتخطف منكم ازاي يا ابوي؟ هي دي الامانه اللي سبتها لك يا ابويا قبل ما اسافر وقلت لك عيالي امانه في رقبتك؟ انا مش جاي لك يا ابويا بعد ما طلقت المرأة العيال دول رقبتك لحد ما اجي من السفر. والله العظيم يا ابني حافظت على عيالك على قد ما قدرت، بس انت السبب اللي طلقت المرة. ما كانش ده كلامك يا ابويا في الاول لما قلت لي طلقها وانا هجوزك 6 وبعدين يعني ما كان الموضوع على يدكم يا جماعه. انتوا كنتوا عايزيني اعيش ايه معاها؟ انا كنت اقول لها يمين تقول لي شمال، اقول لها شمال تقول لي يمين. وانت يا اخويا مش كنت اول واحد مشجعني على موضوع طلاقها؟ انا ما كنتش عارف ده كله اللي يجي على حساب العيال، وبعدين انت عارف يا اخويا مشاغل البيت وكل واحد له مصالح ومشاغل، كل واحد ماله في زرعه ولقمة عيشه واهله وبيته. كلكم دلوقتي ما تتهربوا وعاملين نفسكم ملايكه. امال كنتوا فين لما شجعتوني ان انا اطلقها وبيتي يتخرب؟ وفي الاخر سافرت وكنت بعيد عن عيالي. وشويه ابعت لاخوك عشان نجوز اخوك ونفرح بيه، وانا هناك مشغول في تجديد الاقامه، وفي الاخر جيت لا حافظتولي على مالي ولا على عيالي. مفيش في الاخر انا اللي اتحملت نتيجه غلطتي وخسرت مالي وعيالي. انا الغلطان يا ابني. معلش يا اخويا، محدش ما يستحمل عيال حد. عندك حق، انا اللي غلطان وهي كمان غلطانه، وفي الاخر محدش اما يدفع الثمن غير العيال.